السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثلاثاء 11/2022. الرؤيا بعنوان السفياني مولود أماني. رأيت والله أعلم كأن روحي معلقة بمشهد واحد، وإذا بامرأتين من قرابتي أم وابنتها تدخلان علي قاصدتين السكن معي، لا في بيت واسع بل في غرفة واحدة هي مسكني ومأواي، وكأن الغرفة تختصر عالمي كله. دخلت علي بلا تمهيد، وكانت الابنة في حال ولادة، فوضع حملها في تلك اللحظة، مولود لا يدرى أذكر هو أم أنثى. ثم رأيت الأم تقعد ابنتها فوق سريري الذي هو موضع راحتي وقراري، وكأنهما تريدان الحلول مكاني وأن تصير شريكتين لي في مسكني، بل كأن الأمر مفروض لا يستأذن فيه. فأنكرت ذلك في نفسي، واستثقلت وجودهما، وقلت: كيف يتركن لهما بيتا ويأتين لي يزاحمنني في مأواي؟ وكيف ينتزع مكاني دون رضاي؟ وفي نفس المشهد ومن غير انتقال وجدتني أتكلم عن السفياني، وقلت في نفسي: ما هذا الذي أراه إلا من عمل السفياني، فرض واستحواذ ودخول بغير حق. ثم وقع في قلبي كأن هذا المولود هو وليد الأماني، وكأن السفياني قد ولد من هذه الولادة لا شخصا بعينه، بل أمرا خرج إلى الوجود، بدأ جنينا ثم فرض حضوره. هذا ما رأيت. ولا خلاصة مختصرة جدا للتأويل: الرؤيا تشير إلى فتنة أو مشروع يسبق الحق ويزاحمه، يولد من الأماني والاستعجال، ويحاول الاستحواذ على موضعك وشرعيتك دون رضاك. وفيها تحذير من الانخراط في راية ملتبسة قبل وضوح العلامة، وبشارة لك بالبصيرة والنجاة لأنك أنكرت ولم تقبل. ثانيا، وصف مختصر للرؤيا: رأيت أن امرأتين من قرابتك دخلتا عليك لتسكن معك في غرفة واحدة هي مسكنك، وكانت إحداهما قد وضعت مولودا لا يعرف جنسه، ثم جلست على سريرك وكأنهما تحلان مكانك، فاستنكرت ذلك وشعرت أنه فرض واستحواذ. وفي نفس المشهد قلت إنما يحدث من عمل السفياني، وكأن هذا المولود هو وليد الأماني.